بسبب مدينة وجدة الجزائرية. المروك خاوتي يصب كل الغضب تاعو على الجزائر. كما على بالنا كامل خاوتي، الايامات هذه كاينه مظاهرات كبيره ومشادات كبيره في المروك واش دار؟ اتهم الجزائريين انهم السبب الذين يقفون وراء هذه المظاهرات والاشتباكات والفوضى اللي راهي صاريه في المروك. خوتي فكروا مليح وجاوبوني في التعليقات، هل صح الجزائريين هم الذين يقفون وراء هذه الفوضى اللي قاعده تحدث في المروك ولا لا؟ فضيحه من العيار الثقيل تهز اليوم المغرب. خوتي كملوا معايا وحده وحده دوك نعرفوا واش هي الفضيحه مع بعض. المتظاهرين في مدينه وجده يقولون يسقط النظام، اما المتظاهرين في بقيه مناطق المغرب سواء في الدار البيضاء، طنجه، مراكش وغيرها يقولون يسقط الفساد. في رايكم خوتي واش الفرق بين سكان وجده وسكان بقيه مناطق المغرب؟ اللي عنده الاجابه خوتي حطها لي في التعليقات. صح الاشتباكات والمظاهرات صراو في كل مناطق المغرب سواء في اكادير، مراكش، دار البيضاء، طنجه وغيرها، لكن هذه المظاهرات وهذه الاشتباكات كانت عنيفة جدا وقوية جدا في مدينة وجدة، مما اضطر قوات الأمن المغربية إلى استعمال القوة معهم واللجوء إلى المافيا والبلطجية لإسكاتهم وضربهم وحتى قتلهم. خوتي سكان مدينة وجدة هم في الأصل جزائريين متعطشين للحرية بطبع أجدادهم الجزائريين، وكانوا يطالبون بإسقاط النظام المغربي الملكي، لكن سكان بقية مناطق المغرب متعطشين للعبودية بطبع أجدادهم المغاربة. حاشا خوتي المغاربة الأحرار. السؤال خوتي، هل يفعلها سكان مدينة وجدة اللي هم في الأصل جزائريين ويطالبون بالانفصال على المغرب والعودة إلى حضن أمهم الجزائر،